هلا وشلونكم؟ رجعت لكم بفلوق جديد. الفلوق يخص 10 أيام تدريب بمستشفى بيستدو بهمان قسم النساء. وصل التاكسي ونقول بسم الله، يوم جديد ودوام جديد ويمكن صدمة جديدة. وصلت للمستشفى ورحنا لغرفة تبديل الملابس. هذه الغرفة اللي نتحول بيها من بشر طبيعيين إلى ملائكة رحمة بس بدون جناحات. وقلت خل أشوفكم شوية المنظر من الشباك. لبست اللاب كوت مالتي وطلعت. وطبعا أول كل شيفت لازم نشيك على عربة الإنعاش اللي دائما يكون مكانها قريب من نيرسينج ستيشن. لازم نشيك الأدوية مالتها، نتأكد من الأدوية اللي بيها، صلاحية الأنبولات، شحن جهاز الصدمات، الكانولات، الإيرفي. عربة الإنعاش لازم دائما تكون جاهزة وبارزة بأي لحظة إذا صار توقف في القلب أو صدمة أو هبوط ضغط حاد، اختناق أو توقف تنفس، فطبيعي كل شيفت يتم المرور عليها أو تفقدها. 5 دقیقه فرصت هیچ اتفاقی نمیفته. وبعدين اجت الأستاذة وما قصرت ويانا، أخذتنا نتمرن على الكانولة. كل واحد بينا لازم يسوي كانولة لصديقة. أحلى جزء إنه لازم نقيس السايز مالت الكانولة ويا الوريد قبل ما نخليها المعلومة اللي تنقذ الحياة وتنقذ وريد صديقتك. يعني قبل ما تدخلون الكانولة بالوريد لازم أول شي تخلونها على الوريد وتشوفون السايز مالت الوريد، الطول مالت الوريد بالطول مالت الأبرة مالت الكانولة، وبعدين تدخلون الكانولة. وصديقتي طبعا ما تعتمد علينا وما عندها ثقة بينا، فهي خلت الكانولة لنفسها. ومن بعد هذا الشي سوته 3 أيام بقت إيدها تأذيها. بکشم بیرون؟ واسه پنبه رو همجور نمیکشم بیرون الکی. بگم فرق. یه پنبه نمیدونم. میکشش. خب مشت تو باز کن. هیچ آروم. هاي. وما أستاذة أنطتنا ريس فرايحين نشتري قهوة حتى نصحصح. وقلت بطريقي خل أشوفكم شوية من أجواء المستشفى. وبعدين اجت أهم لحظة، لحظة الإنعاش الحقيقي. وصلت القهوة فأخذتها للمحروسة وراحت قعدت يم صديقاتي. حرفيا إحنا بدون قهوة لا تعاملونا أبد. وأكيد الحبيبات من ينجمعن شي يسوون؟ ياخذن غيبة كالعادة. خلاص الريست ولازم نرجع للقسم نكمل شغلنا. صعدنا بالمصعد وهنا لازم أوقف وأحكي، المصعد ما بيه باب، اي والله بس باب القسم كان موجود. فقعدنا نصيح ونضحك والحمد لله وصلنا سالمين. ورجعنا للقسم وصورت لكم غرفة الشغل. هنا المكان اللي يجون بيه المراجعين ونخلي لهم الكانولات أو المغذي أو نسحب من عندهم دم. ومثل ما تشوفون هنا كل شي مخليه مرتب، الأدوية، الأبر، الكانولات، وكل شي نحتاجه بالقسم. اینا که میان آن بات میکنن. اون سورنگمشون بده. سورنگ گیست.
نه من دوست دارم اینو بزنم بهش. سوزن تا اینجا. واسه بازه. اون نشه. این همه سوزن. قطرش هم زیاده. وهذا الغرفة اللي نسوي بيها تخطيط القلب. أول شي يجون المرضى هنا يغيرون ملابسهم، بعدين ينامون على هذا السرير ونسوي لهم تخطيط القلب، وبعدها كل مريض يروح لغرفته الخاصة به. بس مثل ما قلت لكم أول شي يجون لهاي الغرفتين نسوي لهم تخطيط القلب، يغيرون ملابسهم، أو إذا عطهم مغذي أو فد شي نسوي لهم الكانولة وبعدين يروحون. عكس خلص الدوام وصورت لكم أنا وصديقاتي بالمصعد وإحنا رايحين للبيت، بس لا ما رحنا للبيت، صديقتي عزمتنا وأنا ما أرفض عزيمة. ونفس الشي من بين 6000 مصعد رجعنا صعدنا بهذا المصعد ورجعنا خفنا. خواهیم تو گروه پخش کنم چون تو قبل خیلی بچه 3 رفت ما 2. فأكيد ما أروح البيت صديقتي وأني إيدي فارغة، فرحت اشتريت علبة حلويات وبعدين رحت لهم. دستتون درد نکنه. مرسی. وصلنا البيت وما قصرت صديقتي أبد، فواكه، حلويات، غدا، شاي، يعني عاشت إيدها. شغلنا فيلم وأكلنا وارتاحينا شوية بعد يوم طويل. وبعدين والد صديقتي وصلنا للمحطة مالت المترو حتى نروح للجامعة. وكان عندنا محاضرة والأستاذة مو سهلة أبد، كل محاضرة تسأل بالأسماء عن المحاضرة اللي قبلها، وإذا ما نجاوب فأكيد 0. وهاي الصفارة كلهم تجمعهم وآخر الكورس تنقص من درجة الامتحان. فأكيد إحنا مو بس نخاف من عتها وإنما نرجف، فناخذ الطريق كله نراجع لحد ما نوصل للمحاضرة ونجاوبها يلا نرتاح. والحمد لله بسرعة وصل المترو وصعدنا. جا میشه این گفته پروتئین و کالری، محرومیت عاطفی و جسمی، جاهایی که اول بزرگا غذا میخورن بعد کودکان، بعد مراسموس توی کودکانش بیشتر از 3 ماه هم که از شیر مادر محروم دیده میشه. والحمد لله على الوقت وصلنا للمحاضرة وجاوبنا الأستاذة وخلصنا من 0. وطبعا أحلى يوم بالجامعة هو يوم الثلاثاء، لأن يصادف سشنبة مهدوي، يعني يوم الإمام المهدي عجل الله فرجه. كل أسبوع يوزعون شي مختلف، هالمرة وزعوا قهوة وبسكويت وكتبوا على قلاصات عبارات اللي شوفت لكم إياها، عبارات كلش حلوة. وهنا اليوم الجامعة كانت كلش مزدحمة، صورت لكم شوية من الأجواء.
بعده الأستاذة ودتنا ويا المساعدين مالت القسم، رحنا بالمصعد ويا السرير مالت المريض لأن لازم نروح للغرفة مالت العمليات ناخذ المريض ونجيبه للقسم. وراها رحت للمكتبة مالت المستشفى حتى أدرس لأن كان عندي امتحان بهذا اليوم. وهنا التدريب بإيران كل قسم منه نروح له ونتدرب بيه ونتعرف عليه ونتعرف على العمليات والأشياء اللي يسوونها. بآخر يوم لازم نمتحن، وإذا ما جاوبنا صح لا سامح الله نعيد التدريب من البداية. وقسم النساء معروف، وبهذا القسم أكثر شي كانوا يسوون عمليات التجميلية، رينوبلاستي ماموبلاستي وهالشغلات، يعني عمليات تجميل الأنف النحت وكل شي. فاحنا لازم ندرس كل عملية شلون تتسوى وشنو الأدوية اللي ياخذونها وشنو لازم يسوون قبل العملية وبعد العملية وكل تفاصيل العملية، لأن تعرفون الممرضين لازم تكون عندهم معلومات على كل شي ولازم يعرفون كل شي. فهنا بدت ساعة الصفر وخلص الوقت ولازم نروح نمتحن. فخلي أشوفكم شوية الطريق مالت المستشفى وبعدين أخذكم أعرفكم على القاعة اللي راح نمتحن بيها. وهذه القاعة اللي امتحنا بيها، وطبعا الحمد لله كالعادة أني أخذت الدرجة كاملة والامتحان كان كلش سهل لأن أني أدرس كلش هواي. ونصيحتي لكم ادرسوا كل شي يوم بيومه ولا تخلون أي شي ليلة الامتحان. يجي يوم الامتحان بس تراجعون ويكون بالكم مرتاح. وبعد ما خلصنا رحنا لمكان عربي جديد قريب من الحرم بشارع إمام خميني قريب من الجامعة مالتي. المكان حرفيا يجنن، بيه شاي وحلويات ودهينة وشاي اماراتي وشاي كرك، وعنده اوبشنات كلش هواية. المكان بقعدة عربية ودلات وصور الأئمة. صورت لكم كل شي لأن أحس لازم تعيشون اللحظة وياي. والقعدة تكون بالطابق الثاني مثل ما قلت لكم، القعدة عربية والمكان كلش قريب من الحرم. تقدرون بعد الزيارة تجون هنا تشربون قهوة شاي. وطبعا أني من عشاق شاي كرك، فطلبت أنا وصديقتي شاي كرك بالفستق الحلبي، وأمانة كان الطعم كلش طيب بس شوي شكرة زيادة. وبعدها صعدت للباص ورجعت للبيت. وأنا بطريق البيت حبيت أصور لكم شوية من الأجواء. أحب أحس انتو وياي خطوة بخطوة، وصراحة أحب أصور الأشجار والدنيا والطريق لأن أحس كلش تهديني من بعد اليوم الطويل المتعب. وهيج خلاص عدنا فلوق 10 أيام. إن شاء الله حبيتوا واستمتعتوا وياي. لا تنسون اللايك والدعم يعني يشجعني أستمر. أحبكم هواي وأشوفكم بالفلوق الجاي. باي.